بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار يا رجاله؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحه واحسن حال. النهارده هنتكلم عن طبعا المدير الفني للنادي الاهلي الجديد خلفا للكابتن عماد النحاس اللي قعد فتره مؤقته، وهنتكلم عن كل حاجه تخص المدرب، طريقه لعبه، مده التعاقد، هياخد كام كمان في العقد بتاعه، والانديه اللي درب فيها وخد معها بطولات او ما خدش. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم، سواء فيديوهات انا بحلل فيها مباريات للاهلي وللزمالك او وقصص طبعا القصيرة اللي هي فيديوهات الشورتس اللي متواجدة على القناة. ندخل مع بعضينا على الحلقة، يلا نبدأ. بداية النهاردة أول حاجة هبدأ بيها هتكلم عن منتخبنا الوطني، وألف ألف مليون مبروك صعود منتخب مصر إلى كاس العالم بقيادة العميد الكابتن حسام حسن. أكيد مبروك للكابتن حسام وجهازه الفني واللاعبين بقيادة الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم نادي ليفربول والهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني. كل ده أداء جيد، نستنى المزيد وعاوزين المزيد في بطولة أفريقيا القادمة في المغرب، وإن شاء الله نرجع متوجين بالبطولة الثامنة إن شاء الله في تاريخنا من أفريقيا من كازابلانكا من المغرب بإذن الله إن شاء الله. بس أهم حاجة اختيارات جيدة، طريقة لعب جيدة. انت بتلعب على ارض المغرب هتقابل منتخبات قوية، هتقابل منتخبات كبيرة جدا. انت مجموعتك كانت مجموعة يعني مش كويسة، مش قوية، والفكرة ان انت بتبقى خايف بسبب ان انت مع الفرق الصغيرة ما كانش ادائك احسن حاجة، فعلشان كده انت قلقان وحاطط ايدك على قلبك وقلقان من اداء المنتخب الوطني. مش هنتكلم كتير عن منتخبنا الوطني، احنا عاوزين نفرح. ألف مليون مبروك للشعب المصري، لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكابتن حسام، اللاعبين بقيادة محمد صلاح كلهم كانوا رجالة أدوا المطلوب اللي عليهم. صعودنا لكاس العالم دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، كل الشعب فرحان، ولكن نتمنى المزيد في بطولة أفريقيا بمشيئة الله تكون مصرية خالصة. طيب ندخل بقى على موضوع الفيديو بتاع النهاردة، هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وهو ياس سورب الدنماركي، مدرب دنماركي تعاقد معاه الكابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي طبعا لتدريب الفريق. طيب أنا هقول لك كده مسيرة الراجل ده باستفاضة، يعني مسيرة كده سريعة، هقول لك بعض المعلومات عنه، يعني علشان لو انت ما عندكش معلومات كبيرة عن الراجل ده هقول لك بعض المعلومات. الراجل ده طبعا دنماركي، درب نادي اسمه أسبرج الدنماركي بعد اعتزاله مباشرة، يعني بطل على طول راح درب النادي ده، والنادي ده صعد معاه من الدرجة الثانية للدوري الممتاز الدنماركي، وكسب معاه كاس الدنمارك سنة 2013 و2012، وخد جايزة أحسن مدرب في الدنمارك في نفس السنة. يعني هو صعد بالنادي ده اللي هو أسبرج الدنماركي وخد معاه كاس الدنمارك 2013 2012 2013، وخد أحسن مدرب في الدنمارك في نفس العام اللي صعد فيه. طيب الراجل ده درب ايه بالظبط بعد الفرقة دي؟ الراجل ده درب نادي كوبنهاجن ودرب نادي ميتلاند الدنماركي، درب كوبنهاجن ودرب نادي ميتلاند الدنماركي. انجازاته ايه مع الفرقتين دول؟ اخد الدوري مع الفرقتين دول، لكل فريق لقب دوري، كوبنهاجن لقب دوري وميتلاند طبعا لقب دوري. الراجل ده عنده اسلوب لعب يعني متطور شوي، بيضغط من قدام ضغط عالي قوي، عنده طريقة لعب 4-2-3-1 صريحة، 4-2-3-1، بيعتمد على تجميع اللعب في وسط الملعب وتطيير الأطراف سواء الظاهرين او الهافين، بيعتمد اعتماد كلي الراجل ده عن الطريقة دي. يعني مثلا لو انت بتلعب بمحمد هاني ومحمد شكري في الشمال او ايا كان ايه الطرفين، هتلاقي اللعب متجمع في وسط الملعب ما بين الاتنين في وسط الملعب ومعاهم صانع اللعب، وتلاقي الطرفين والظاهرين بيبتدوا يتحركوا اول ما الكورة بتوصل في وسط الملعب علشان يفضي مساحة في وسط الملعب يقدر يخترق، وتلاقي الاطراف اصلا
ابتدوا يطيروا، فتلاقي عندك 2 طرفين مع الاتنين مع التلاتة في وسط الملعب اتحولت كده ل5، وعندك التلاتة الهجوميين، الهافي اليمين والهافي الشمال والاسترايكر الصريح. يعني كده هو راجل بيضغط من قدام، بيسترجع الكورة سريع جدا، ودي حاجة من الحاجات اللي بتميزه قوي، حاجة من الحاجات اللي بتميزه قوي استرجاع الكورة. بيلعب ب4-2-3-1 وبيطير الأطراف بشكل قوي جدا، وكمان بيحاول تجميع اللعب في وسط الملعب لغاية يعني بالبلدي كده أنا ببطئ اللعب شوية وبنقل أكتر من نقلة في وسط الملعب لغاية لما الطرفين بتاعه يتحركوا. الاتنين الهافين الاصليين بيضموا لجوه كثلاث مهاجمين، والطرفين بيكونوا كاجنحه، فانت عندك كده 5 مهاجمين وتحتيهم 3 بيأمنوا وسط الملعب. بيستقبل اهداف في الخطه الدفاعيه، بيستقبل اهداف، دخل فيه 51 هدف في اخر مباراه كان في اخر فريق كان بيدربه. لكن يعني الدوري غير الدوري، الاجواء غير الاجواء. انت بتدرب الاهلي المصري في الدوري المصري، مفيش ناس كتير جدا ومفيش فرق كتير جدا هتهاجمك، لكن بيستقبل اهداف لان هي طريقته طريقه هجوميه بحته، طريقه هجوميه بحته. طيب دي طريقه اللعب المعترف بيها، والراجل ده ما بيغيرهاش، ما بيغيرش 4-2-3-1، واحيانا بيحتاج 4-4-2 اللي هي فلات صريحه واضحة جدا. دي طريقة اللعب بالنسبة للراجل ده. طيب الأهلي تعاقد مع الراجل ده لمدة 2.5 موسم، لمدة 2.5 موسم، بداية من المباراة يعني اللي جاية. في كلام في الشارع الأهلاوي، يعني في الشارع الأهلاوي يقول لك الاهلي معاه فلوس، ليه ما قدرش يجيب مدرب من المدربين الكبار، مدرب من المدربين يعني اللي لهم اسم. يعني مثلا مع الفارق طبعا هو دول مش هيجوا، بس انا بقول لك يعني مثلا يعني زي يورجن كلوب، مورينيو، مثلا لاج اللي كان بيدرب بنفيكا، حاجه من الحاجات اللي انا كنت بقولها لك دي يعني. لكن حط في اعتبارك حاجه، عمر التدريب وعمر المدرب مكان بالاسم او بالسي في. اكيد طبعا دي حاجه مهمه، واكيد طبعا دي حاجه ضروريه ان يكون عنده سي في قوي، وان يكون عنده طبعا سي في مميز. لكن حط دي في اعتبارك، انت جبت مدير فني قبل كده كان فايلر، ما تسمعش عنه، لعبك كوره من احلى الكورات اللي لعبتها يمكن في تاريخ النادي الاهلي. كمان مش شرط ان انت تجيب سي في قوي ينجح، ومش شرط ان انت تجيب مدرب مش معروف او درب اندية صغيرة او غير معروفة في القارة الاوروبية يكون سيء. فالاهلي ماشي بنظام اخوض التجربة، عنده لاعبين، عنده يعني مقومات النجاح مع اي مدير فني، وده اللي بيلعب عليه النادي الاهلي. الاهلي تعاقد مع الراجل ده 2.5 موسم، 250,000 دولار في الشهر، يعني 3 مليون دولار في السنة. يعني لو في السنتين ونص هيبقى حوالي 7.5 مليون دولار، وده رقم كبير جدا 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 على مدير فني. يعني لو هنبص لها كده بالمصري هيبقى حوالي، هحسبها لك، طب والله هحسبها لك، يعني مثلا لو هيبقى بالمصري هيبقى حوالي 370 مليون جنيه في السنتين ونص للراجل ياس صورب ده لو بالمصري. ملناش دعوة بالفلوس، انا مش بدفع من جيبي ولا انت بتدفع من جيبك. انت كأهلاوي يهمك جدا ان الاهلي يلعب كرة كويسة، يكون عنده مدير فني قوي، لانه عنده لعيبة كويسة وعنده لعيبة اقوياء جدا. يستحق طبعا انه يكون عنده مدير فني قوي. طيب 2.5 سنين الراجل هيبتدي عمله من المباراة اللي جاية، هينزل اول تدريبة كمان 3 ايام، هنشوف الراجل ده ايه الوضع بتاعه، هنشوف الراجل ده ايه يعني مثلا الطريقة اللي هيلعب بيها، هل هيبدأ ب4-4-2 على طول، ولا هيلعب ب4-2-3-1 الطريقة اللي هو بيحبها والمفضلة عند الدنماركي، هنشوف. لكن الراجل ده
بعض من الجماهير الاهلاويه متخوفه جدا لتكرار ريبيرو. هنشوف كل ده هيبان. وفي بعض من الجماهير يعني امبارح كان هو نزل الملعب التتش كان بيشوف الارضيه وبتاع، فناس قالت لك نفس بدايه كولر عمل كده وعملنا معاه نجاحات في اول موسم ونص، لكن كولر بصراحه ما كانش مدير فني على قدر النادي الاهلي، لكن كان جيد جدا. بالمناسبه بحب اوجه التحيه طبعا للكابتن عماد النحاس. الكابتن وليد صلاح الدين قال له احنا خلاص هنجيب مدير فني يا كابتن عماد، واحنا حابين ان انت تكون موجود في النادي الاهلي، ما تغادرش وتكون يعني موجود كمدرب مساعد لقطاع الناشئين للمدرب الاجنبي اللي موجود. فهو رفض، قال لهم لا انا حابب ان انا اخوض تجربه ان انا اكون رجل اول، وانا دلوقتي رجل اول كمان كنت في النادي الاهلي، فمش حابب ان انا انزل تاني اكون مدرب مساعد او مدرب عام يعني. فهو عماد النحاس كان وقع بالفعل للزوراء العراقي وخلاص اتم الاتفاق مع الفرقه العراقيه وخلاص خلص دنيته كلها. فعماد النحاس قال له الراجل هيتاخر 3 ايام لغايه لما يجي من الدنمارك علشان ينزل اول تدريبه، ممكن انت تقود التمرينين دول؟ قال له انا تحت امر النادي الاهلي، ما عنديش ادنى مشكله ولا اي مشاكل خالص. بصراحه موقف محترم، موقف جميل يطلع من لاعب كان اسطوري وكان لاعب خلوق جدا ومن احسن من شغل مركز الليبرو في تاريخ الكره المصريه بعد الكابتن الراحل رحمه الله عليه الكابتن ابراهيم يوسف، وطبعا معاه كان هاني سعيد، لكن هو الكابتن عماد النحاس واحد من احسن اللعيبه اللي كانت في المركز بتاعه، كان مركز الليبرو. فبصراحه موقف محترم جدا جدا جدا، ونتمنى له اكيد كل التوفيق مع فرقته الجديده الزوراء العراقي، وان شاء الله يكون فتحة خير على المدير الفني الخلوق المميز اللي كل ما بتحتاجه بتلاقيه. طيب في حاجة برضو عايز اقولها لك في عقد طبعا الراجل الجديد ده، حاطين بنود في العقد ان لو مثلا عملت مثلا مباراة كبيرة جدا قدام مثلا بيراميدز اللي جاية مثلا في بطولة مثلا الدور الثاني في الدوري، كسبت او حاجة في يعني انا بقول لك مثال، ففي مثلا تقدر تقول ايه، في مكافآت مضاعفة في الراتب بتاع الراجل ده تحديدا، يعني الراتب بتاعه هو نفسه يعني في مكافآت ضخمة جدا. يعني مثلا زي ما قلنا حضراتكم هو هيبقى 2.5 سنين الراتب بتاعه، انا بقول لك هيبقى 7.5 وفي ناس بتقول 9,400، لكن انا معرفش بالظبط الرقم، لكن هو رقم كبير جدا، هو $250,000 اعتقد هو ده الرقم السليم، ده اللي كان بياخده كولر قبليه. يتضمن العقد مكافآت ضخمة ستضاعف من راتب الدنماركي، ده اللي كنت لسه بتكلم مع حضراتكم فيه. طبعا راتب الراجل ده نفسه اعلى راتب من المدربين الدنماركيين، يعني كل الدنمارك ما بياخدوش الراتب العالي ده، النادي الاهلي اداله ومنحه الراتب الكبير جدا ده. طيب الراجل ده خد صلاحية بالكامل ان هو يجيب كل الطاقم الفني الجهاز بتاعه بالكامل، يعني الراجل ياس سورب ده هيجي معاه كل المساعدين بتوعه اجانب، اعتقد واحد بس هيكون مصري، ده لازم، ده اكيد، مع الكابتن طبعا وليد صلاح الدين مدير الكوره في النادي الاهلي، هيبقى اعتقد الكابتن عادل مصطفى والكابتن وليد صلاح الدين، والخمسه التانيين اللي هيجوا مع الراجل ياس سورب ده هيكون كلهم اجانب. اعتقد احنا اتكلمنا كل حاجه عن المدير الفني، مده عقده، الفلوس كمان اللي هياخدها. شكر للكابتن عماد النحاس على الفترة اللي عملها مع النادي الاهلي. وطبعا ألف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني. اتكلمنا كل حاجة، اديتك نبذة بسيطة عن المدير الفني او اقولها لك باستفاضة. الراجل ده مدرب دنماركي، مسك فرقتين كوبنهاجن وميتلاند، خد معهم الدوري، لكل واحد فيهم خد معاه مرة الدوري، كسب كاس الدنمارك الأول مرة مع الفرقة اللي صعدها من تحت اللي اسمها اسبرج، اللي صعدها من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، وخد معاها كاس مصر سوري عفوا كاس مصر كاس الدنمارك 2012 2013، وخد كمان احسن مدير فني في السنة دي مع الفرقة دي.
طبعا مرتبه 250 ألف دولار شهريا، يعني 3 مليون في السنة، حوالي 7.5 مليون في السنتين ونص. أداؤه جيد، بيلعب ضغط عالي، بيلعب 4-2-3-1. هنشوف طريقة لعبه ازاي، هنتفرج عليه في أول المباريات، هيقود التدريب بعد أعتقد يمكن الأسبوع الجاي تقريبا. هنشوف اللي جاي ايه بالظبط مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. خلصت حلقتنا، لكن الأخبار ما خلصتش. مستني آرائكم، مستني رأيكم في الكومنتات، تقولوا لي الراجل ده هينجح ولا مش هينجح. استناكم تعملوا لي شير ولايك واشتراك في القناة علشان تشوف كل جديد. كان معاكم الكورة مع جوبة، سلام عليكم.